السلام عليكم. عايزين نحكي عن أوبرا وينفري، أشهر امرأة سمراء في أمريكا. قصة أسطورية فيها كل حاجة: فقر، عنف، عنصرية، نهوض. يلا نبتدي الحكاية، وصلى على النبي وكل من ليه نبي يصلي عليه. اتولدت أوبرا سنة 54، يعني دلوقتي عندها 71 سنة. نشأت في بيت خشبي بسيط، نقدر نقول كده كوخ، في ولاية الميسيسيبي. أمها كانت خدامة، أبوها كان حلاق، يعني عيلة مكحرطة كده من الآخر. وجع أوبرا الحقيقي ما كانش من الفقر، لكن في اللي حصل لها. أوبرا اتعرضت للاغتصاب وهي عندها 9 سنين من أحد قرايبها. بدل ما حد ينقذها قالوا لها اسكتي ما تتكلميش. في سن 14 سنة كانت حامل، والطفل مات بعد الولادة. بس هي قررت تقوم وتقف على رجليها. هربت من البيت، راحت تعيش مع أبوها اللي كان انفصل في الوقت ده عن أمها، وهناك قررت تكمل تعليمها. وكانت متفوقة، وكمان اتعلمت الانضباط، اتعلمت القراية والكتابة، حب القراية والكتابة. دخلت الإذاعة وهي عندها 17 سنة، وكانت أول امرأة سمراء في الولاية كلها. في الثمانينات بدأت برنامجها أوبرا شو، أشهر برنامج شو أمريكي، وكانت أول امرأة سمراء عندها برنامج توك شو يومي في أمريكا. البرنامج ده ما كانش مجرد حوارات، ده كان ثورة نفسية. اتكلمت فيه عن كل حاجة: التحرش، الإدمان، الدين، الأخلاق، العلاقات. الناس شافوا فيها نفسهم، عشان كده حبوا البرنامج وحبوها. والبرنامج استمر لمدة 25 سنة. وبعد 25 سنة من النجاح قررت توقف البرنامج وتبدأ شبكة إعلامية خاصة بيها، مع إن البرنامج ده عملت منه مليارات، وأصبحت أول مليارديرة سمراء في تاريخ أمريكا. أوبرا عملت كتب وساعدت آلاف من الناس في التعليم، ووقفت جنب ناس كتير أوي في حل مشاكلهم. أوبرا مش بس إعلامية، إنما إنسانة مؤثرة، كمان سيدة أعمال شرسة، استثماراتها كبيرة وبالمليارات، استثمارات كبيرة وذكية. أسست قناة تلفزيونية خاصة بيها، تعكس برامج تقدم فيه رسالتها الإنسانية والنفسية. كمان شركة هاربو للإنتاج، وهي شركة عملاقة أنتجت العديد من الأفلام والمسلسلات. كمان شركة عالمية للتخسيس. كمان استثمرت في العقارات، وكان عندها قصر وما زال عندها قصر خاص بيها في كاليفورنيا. صافي ثروة أوبرا 3 مليار دولار، تخيلوا. أوبرا مش بس صوت، إنما مؤسسة ماشية على الأرض. بالنسبة لحياتها الشخصية، كان عندها علاقة طويلة مع شخص اسمه ستيد مان جراهام، مستمرة من سنة 86، وبترفض الجواز لأن هي شايفة نفسها إن الجواز هيأيدها، وهي اتخلقت عشان تطير، هي بتقول كده. كمان رفضت إنها تخلف لأنها ما قدرتش تنسى كل جراح الطفولة برغم من كل اللي وصلت له. أوبرا قصة ملهمة. لو عجبتكم الحكاية ادعموني، أنا أختكم همسة لايك وسبسكرايب عشان القناة تكبر. شكرا ليكم.